السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو رقم 9 في سلسلة فيديوهات حساب مثلثات. النهاردة هنعمل ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنورد الضلع المجاور. احنا كنا في الحلقة اللي فاتت واللي قبليها كنا بنورد الوتر عن طريق قانون جيب الزاوية ساين، وقانون جيب تمام الزاوية اللي هو كوساين. كنا بنجيب الوتر تمام بمعلومية الضلع المقابل، ومرة التانية جبنا الوتر بمعلومية الضلع المجاور. كده احنا خلصنا إيجاد الضلع سواء باستخدام قانون جيب تمام الزاوية الساين، أو باستخدام قانون جيب تمام الزاوية اللي هو كوساين. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نجيب أضلاع المثلث، ومن ضمنها هنبدأ بالضلع المجاور. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان فيديو النهاردة بيقول إيجاد الضلع المجاور بمعلومية طول الوتر وزاوية في المثلث القائم الزاوية باستخدام قانون جيب تمام الزاوية اللي هو على الآلة الحاسبة بيبقى كوساين، وباللغة العربية اسمه جتا. يبقى المعطيات اللي عندي، أنا عندي وتر معلوم، طول وتر معلوم، وعندي زاوية معلومة. أنا الضلع المقابل عندي مش معلوم، وما يهمنيش في الحلقة ديت إن أنا أورده. الحلقة النهاردة عايزين نوجد الضلع المجاور. القانون بيقول إيه؟ القانون بيقول الضلع المجاور عشان أجيبه بيساوي الوتر في قوسين الزاوية. العلامة ديت اللي هي شبه التمانية دي رمز الزاوية، رمز الزاوية. يبقى القانون تاني بيقول المجاور بيساوي الوتر في قوسين الزاوية. عندي وتر بتاع مثلث قائم الزاوية معلوم، عارف طوله وعارف الزاوية، هقدر بالتالي إن أنا أجيب الضلع المجاور. طيب أنا دلوقتي مثلا لو حبينا ناخد مثال، أو قبل ما ناخد مثال يعني أنا هستفيد إيه، أو إيه اللي يهمني في أو هستفيد بالقانون دوت الضلع المجاور، هستفيد بإيه؟ نفترض إن أنا مثلا عندي خط مواسير في هذا الاتجاه وطالع بكوع اللي هو الضربة بتاعته اللي تمثل الزاوية، وعندي طول الوتر دوت معلوم. نفترض ان طول الوتر دوت بيساوي 1000 ملي، 1000 ملي، والزاوية ديت نفترض ان هي مثلا 45 درجة. انا عايز اعرف المدى. احنا كنا خدنا في الفيديوهات السابقة ان انا مثلا ايه، نتخيل ان الضلع المثلث دوت اللي هو كنا بنسميه رن، اللي هو يمثل الضلع في المثلث الضلع المجاور. والضلع المقابل نتخيله في المثلث ان هو يمثل 6 الارتفاع. فانا نفترض ان انا مثلا عندي هنا مثلا عمود او حيطه، وعاوز احسب مثلا ان الخط دوت لما اركب كوع 45 درجه وامشي واطلع بيه، وانا عندي الوتر الضلع دوت انا هعمله متر، الاسبوله ديت انا هقطعها متر وهركب كوع 45 درجه. المدى دوت الضلع دوت هيبقى عندي قد طوله قد ايه؟ هل انا بقى لما بركب الكوع ال 45 درجه والحته الوتر دوت اللي تمثل المتر، هل هخبط في الحيطه ديت او العمود ده ولا هقدر افاديها؟ وبالتالي هيبقى عندي خيارات، مثلا اما ارجع بالخط ده لورا واحقق واركب الكوع ال 45، يا اما هغير في الدرجه اخليها مثلا 60 او 80، او اخليها مثلا كوع 90 في كوع 90. فده مثلا من ضمن ده على سبيل المثال من ضمن الامثله ان انا اقدر استفاد ازاي من حساب المثلثات، او هيفيدني ايه مثلا ان انا اجيب ضلع المجاور او الضلع المقابل. فنطبق على المثال دوت، فنكمل بقيه المثال. ان احنا مثلا ايه، عندي درجه معلومه 45 درجه، وعندي الوتر يساوي متر. انا عايز اعرف الرن دوت اللي هو الضلع المجاور بيساوي كام.
فهستخدم القانون اللي هو بيقول لي المجاور بيساوي الوتر في كوساين الزاوية. أنا عندي الوتر بيقول لي 1000 ملي في كوساين الزاوية. هنا واخدين مثال، هنركب مثلا هنعملها 45 درجة في 45 درجة، ونقفل القوس ونضغط يساوي، هيديني 707 ملي متر. أصبح الضلع المجاور دوت 70.7 ملي متر. وبالتالي قدرت أعرف إن هو مثلا هيخبط في العمود ولا مش هيخبط في العمود كمثال. وده بمنتهى البساطة القانون بتاع النهاردة. كنا بنعمل إيه أو اتعلمنا مع بعض في حالة النهاردة إيه؟ إن أنا أوجد إزاي الضلع المجاور. أنا كل اللي كان عندي من المعطيات إن الوتر دوت طول الوتر عندي أنا عارفه، والزاوية أنا عارفها، الضلع المقابل أنا ما أعرفوش، والضلع المجاور أنا ما أعرفوش. بس أنا كنت محتاج في الشغلانة اللي معايا أعرف أوجد الضلع المجاور عشان أقدر أحسب حساباتي وأعرف هشتغل إزاي. المجاور يساوي الوتر في قوسين الزاوية. وده كان الفيديو بتاع النهاردة. وإن شاء الله الفيديو الجاي هنتعلم مع بعض نجيب إزاي الضلع المقابل باستخدام قانونين، قانون جيب الزاوية وقانون جيب تمام الزاوية إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.